تفتكروا يا جماعه هتلاقوا ايه في فندق 5 نجوم في جزيره بالي؟ واحلى حاجه ان الفندق ده ينفع للهاني مونرز، في نفس الوقت ينفع للناس اللي معاهم اطفال. طبعا اول حاجه ببص عليها وبفكر فيها هي اوض النوم، والاوض هنا حلوه، ببص على فيو خطير من الخضره وحمامات السباحه. واكتر حاجه عجباني بقى ان الفيو الحلو ده مش بس في اوض النوم، لا ده كمان لو دخلنا الحمام هنلاقي نفس الفيو بالظبط. ده غير بقى ان في 3 حمامات سباحه كبار، واللي ورايا ده معمول على ستاندرد حمام السباحه الاولمبي، وجزء كامل بقى للاطفال علشان تسيبوهم يلعبوا وانتم مريحين دماغكم. ده غير بقى ان في اي حته هتروحوها هتلاقوا مساحات خضراء كتير جدا. عندهم بيت ارانب علشان الاولاد يلعبوا معاهم، كمان بيت نحل من نوعيه مش بتقر. ده غير بقى ان انتوا هتلاقوا قعدات حلوه جدا على السويمنج بول. فطار يا جماعه من كتر ما هو جامد اعمل لكم فيديو مخصوص عشانه. وانا يا جماعه دلوقتي في فندق موفنبيك بالي، هو يعتبر على بعد 10 دقائق من المطار، وزي ما قلت في الاول انا شايف ان ده مكان مناسب جدا ليله بقى عايزين يطلقوا اولادهم ويفصلوا خالص.